دونك اخوان الاخوات غادي نشوفوا هذا اللاعب اللي هو احمد فتوح ديال المنتخب المصري اللي كيطاوع على المنتخب المغربي وكيقول بان المنتخب المغربي كيخاف من مواجهه المنتخب المصري، رغم انه حنا في اخر مباراه لينا معاهم غالبينهم ب6-0. ديال هذا الخوف الله اعلم، لدرجه ان اللاعبين ديالهم بداو كيتوجهوا للحكم باش ينهي المباراه. وفي تاريخ المقابلات المغربيه ما بين المنتخب في تاريخ المقابلات ما بين المغرب والمنتخب المصري تقريبا 29 مباراة فاز فيها المغرب 13 مباراة، والمنتخب المصري فاز فقط ب3، الباقي كله تعادلات. فأين هو الخوف منكم؟ المفروض نتوما اللي تخافوا منا ماشي حنا. دونك هذه نقطة. وهذا اللاعب هذا أصلا ما كيقدم حتى شي اداء مع المنتخب ديالو، ما كيكونش عنده شي ظهور سوى العطب والضرب والتكسير. هذا اللاعب هذا كان غيتسبب ليونيل ميسي في اعاقه دائمه خلال المباراه اللي كانت ما بين الارجنتين والمنتخب المصري، كما غنشوفوا في الصوره هنا. لاحظ معايا واحد التدخل داروا على ليونيل ميسي، شوف التدخل كيفاش داير، ضربوا الفك ديالو كان غادي يهرسوا ليه. يعني عشاق ميسي كنتو غتودعوا ميسي، غادي يولي عنده اعاقه دائمه. دونك نشوفوه من زاويه اخرى كما غتشوفوا. شوف معايا، شوف الفم ديال ميسي فين مشى. ورغم ذلك هما كيتشكاو من الضرب ديالهم الارجنتيني، من الضرب ديال الارجنتينيين اللاعبين ديال المنتخب المصري. دونك ضربني وكا سبقني وشكا كما كيقولوا. هذه هي الفلسفه او الخطه ديال المنتخب المصري باش كيلعب. حاجه اخرى اللي هي المنتخب النسوي المغربي اليوم حقق واحد الفوز اللي ساحق ضد المنتخب المصري اللي هو 12 هدف لواحد. اذا مباراة كأس العالم، فوز المنتخب الانجليزي على المنتخب الفرنسي ب6-4 والتتويج بالمرتبة الثالث. اليوم ان شاء الله غنشوفوا المباراة ديال اسبانيا والارجنتين ان شاء الله، وغادي نعطيو البريدكشن ديالنا على اش من فرقه غادا تفوز او غادا تتوج بكاس العالم. انا من الراي ديالي كنقول بان الارجنتين سوف تاخذ اللقب الثاني على التوالي. وبالمناسبه غنشوفوا واحد الفيديو اللي كيهضر على هاد اللعيبه هادي. كما غادي تشوفوا هذا فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي كيورينا شنو اللي غادي يوقع في المباراة ديال الفاينل. اخوان فعلا هو ليونيل ميسي راه من كوكب اخر، راه سايانزي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني رجل في 40 من عمره وباقي كيلعب بهذيك الطريقة وبداك المستوى، راه شيء إعجازي صراحة. إلا كتعرف شي واحد عزيز ليونيل ميسي يخرج من المركبة. فيديو رائع الإخوان. هذا المدرب ديال المنتخب الأرجنتيني. الأسطورة وصل لإنقاذ الأرض وإنقاذ المنتخب الأرجنتيني.
دونك كيما قلت لكم الاخوان، المباراة ان شاء الله باش انا من الرأي ديالي الشخصي غادا تحسم المنتخب الارجنتيني وغادي يفوز باللقب الثاني على التوالي. هذا هو التوقع ديالي. اللي عنده شي توقع واحد اخر يخلي لينا في الكومنتات ونشوفوا من بعد المباراة. غادي ندير فيديو اولا غادي كاع نفتح لايف ونهضروا في هذا الموضوع. المهم ماشي هو هذا الفيديو اللي كنت باغي نوريكم، غنوريكم فيديو واحد اخر اللي هو هذا. هذا هو الفيديو ديالنا. نعاودوه. لاحظ معي، لاحظ. Veo que creciste mucho. Entonces, هادشي اللي كيقول لي كبرتي وليتي راجل. ¿quieres esto? قال لها عطاك كاس العالم. سي قال لها راه لي بغيتو. هاك خذ. واعر الفيديو صراحة، واعر بزاف. ليونيل ميسي فضائي. دونك كنستناو الفيديو ديالنا هنا. خوت اللي كيشوف القناة أول مرة يدير لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك اللي يقدر ينتسب للقناة، ينتسب ليها. اللي ما قدرش ما عندنا ما نديرو ليه.